السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمله مع بعض التوم الأبيض ونخزنوه في البرطمانات وإزاي نحفظه في الفريزر. تمام. أنا عملت هنا الكمية كلها زي ما أنتم شايفين. كنت جايب حوالي 20 كيلو بالصلاة على النبي وقشرتهم. بس أنا عايز أوري لحضراتكم حاجة عشان بس إيه ما أخدش من وقتكم ياما. دي كده التومة أهي. بروح جاي عامل كده، قاطع من هنا كده. تمام. وأروح جاي من هنا، اروح جاي زي ما انتم شايفين كده، وابدا ان انا اقشر كده، واروح جاي اطلع كده. بقى عندي التومه نضيفه وحلوه. اهم حاجه واحده واحده عشان ايديكم متعورش. تمام زي ما انتم شايفين كده. الجزء ده اروح جاي، ده اللي انا هستخدمه للسمك، مش هيترمى. تمام. بس لو في حاجه مصفره هروح جاي شايلها. والجزء اللي هو ده زي ما انتم شايفين كده، ده اللي هيتفرم. تمام. واروح جاي عامل برضو اللي بعديها كده. ومن هنا الراس دي خلي بالكم عشان بيبقى فيها تراب، فلازم ننضفها كده. اول حته نروح جايين بايدينا جايبينها كده اهي كده. واخد القطعه دي برضو هخليها للسمك، هستخدمها لان دي بتبقى جميله ومع اللحمه سمك فراخ، وممكن اخزنها واقول لحضراتكم برضو ايه ازاي هنعمل. احضر بقى كبتي الحلوه وابدا اللي انا افرم دول واوريكم بيتفرم ازاي. كده معانا بعد ما قشرنا وورينا لحضراتكم ازاي تقشيره، هناخده كده نسمي الله كده وحط لنا الكبه بتاعتنا الحلوه، وابدا ان انا كده عشان افرم. تمام. ولو معايا راس كبيره كده بروح جاي قاسمها كده عشان السكينه بتاعت الكبه ما تبص. بحط الكبه بتاعتي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا اشغل. معانا بعد ما ضربنا اول طلعه كده لينا زي ما انتم شايفين، ولا حطيت ملح ولا حطيت زيت ولا اي حاجه. الابيض زي ما هو ومضروب معايا 100. اكمل بقيه الكميه واوريها لحضراتكم هنخزنوها ازاي. انا بعد ما فرمنا الثوم الابيض زي ما انتم شايفين حاجه في منتهى الجمال، فرمناه كويس. فهنا العرش بتاعه اللي هو ده ليه استخدام، لان ليه؟ عشان ده توم لسه اهو الابيض اللي جواه. اول حاجه هنعملها كده نروح جايين مقطعين كده زي ما انتم شايفين. ليه؟ عشان يسهل عليا في الطريقه بتاعه الطبخ. انا بعد ما قطعناه هننزل بيه كده. ليه بقى ده مهم؟ ليه؟ لسمك، للحمه، طاجن حلو بنعمله، هنحطه مثلا توم خشن مفروم زي ما احنا عايزين، حابين نشيلوه كده. فالكبه معايا اروح جاي نازل كده. طبعا انا كنت فارم برضه ايه مفروم شويه شويه، وبحط الكبه وابدا اشغل. معانا بعد ما قفلنا بالطريقه الجميله دي، عملوا معانا 16 كيس وحفظناه كويس عشان يتحط معانا في التلاجة. ما حطيناش عليه ملح ولا زيت ولا اي حاجه عشان تبقى الحاجه بطبيعتها افضل واحلى في الطعم. وده شايفين الاخضر بقى، وعملت منه اكياس هستخدمه للكبده، للحمه، للسمك، بجميع ما تحبوا. انا خليت البرطمان ده بره عشان استخدم منه، ودول بالصلاه على النبي هخزنه. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، وما تنسوش اشتراك القناه عشان يوصل لكم كل جديد. وفي التعليقات اكتبوا لي كل اللي انتوا تحبوه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.